السلام عليكم. أقبل رمضان وأقبل معه المشتكون من الغلاء على شراء أقوام الصفوف والبغل والشباكية وورقة البسطيلة لتصنيع البريوات وتخزينها في الثلاجة مع الأسماك، مع العلم بخطورة التخزين وأنه مرض في مرض، إضافة لاقتناء شاشات التلفزة والريسيفر لتتبع قنوات الصرف الصحي من كاميرا خفية وسكتشات ومسلسلات. فرمضان أصبح مجرد أكل وسهر على القنوات وتسكع في المولات بعد التراويح. قبل الإفطار تجدهن مسلمات ملتزمات قليلا لا يضعن مكياج معيق وعطور، لكن بعد الإفطار يتحولن إلى متبرجات أو بالأحرى شياطين بالإنابة عن إبليس الأكبر. ما كان غير زوق الحالة وعكروا التعطر وخروج دور في الكورنيش والقصريات. ومن النساء حتى المتزوجات من يتخذن كسوة العيد ذريعة للتسكع وتبقى تقلب على الحوايج من أول رمضان حتى الليل 27، متناسين أن رمضان من أوله إلى آخره ما فيش قبل الفطور وبعد الفطور. ومن المزح التي أضحكتني وهي واقع نعيشه ما أخبرني به أبي أن من الفتيات من يتصل بها صديقها قبل الإفطار وتقول له: سألتقي بك إن شاء الله بعد صلاة التراويح. كان الأولى أن تقول: إن شاء الشيطان، فما دامت صلاتك لا تنهاك عن منكر تفعلينه فما الغاية منها إذن؟ وهذا بالطبع حرام ومن مقدمات الزنا، ولا يوجد شيء اسمه صداقة بين رجل وامرأة، وهذا بالطبع واجب الآباء. الله يخليكم، إلا كنتي غادي للمسجد دي معك ولدك، وكذلك الأم دي معها بنتها، ولا رجعتي أيها الأب مارس المسؤولية والقوامة ديالك وعرف بنتك وولدك فين هما، ولا تنسى أنك ستسأل عنهم أمام الله. والعجيب في الأمر أنك تجد نساء يصطفن أمام محلات الأواني والمعدات المنزلية يتهافتن عليها وكأن الحرب قادمة والمحلات ستغلق بحلول رمضان. فالأصل أنه شهر عبادة وتوبة لمن به زلل وزيادة لمن هو في استقامة. بالنسبة لي ما أراه من بدخ وإسراف على مائدة الأكل وطقوس لا تمت للشرح بصلة ما هو إلا كلاخ فكري وفساد خلقي ونقطة نفسية. ما دمنا نشتكي فالأولى نربط الحزام ونشد إيدينا شوية، راه وجبة واحدة كافية الإفطار، وبتنظيمنا للإنفاق سنحرج المخزن اللعين وسماصرة النظام الذين يعبثون بلقمتنا. لكن ما دمتم تستهلكون وتتناسون فهم كذلك سيبقون على عهدهم، وما كاين غير زير. فالله يخليكم عيقوا فيقوا وحاولوا تبدلوا من نفوسكم من أجل الجيل القادم. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. افعل ما شئت كما تدين تدان، والسلام عليكم.